نهاية مأساوية لمها الصغير. وقف برنامج مها الصغير على قناة أون وحذف البرومو الخاص بيها وأخبار عن مقاضاتها لسرقتها أعمال فنية لأكتر من فنان. هي مش بس اتهاجمت بسبب كلامها عن الفلسفة، المرة دي الهجوم أخطر ومش جاي بس من جمهور برنامج. اتهامات بتقول إن مها الصغير سرقت تصاميم شنط من ماركات عالمية ورسومات لفنانين برضو ونسبتها لنفسها في البراند بتاعها، وبتواجه عقوبات شديدة جدا بسبب قوانين حقوق الملكية الفكرية للفنانين. صور بالأدلة، مقارنات، وناس بتسأل هل اللي بيحصل ده مجرد تشابه، وازاي واحدة في وضعها تغامر بسمعتها بالشكل ده. ظهر كلام أكبر عن استغلال تعب والدها في آخر أيامه وتقديم عقد زواج باطل من والدتها بسبب الورث. في الحلقة دي هنكشف الكواليس، الصور والأخبار اللي انتشرت وردود الأفعال. أنا دكتورة هند الصرفي ودي قصة النهاردة. حذفت قناة أون برومو برنامج كلام كبير اللي بتقدمه الإعلامية مها الصغير من على منصتها بالسوشيال ميديا وتوقف عرضه على القناة، وده قبل انطلاق إذاعة أولى حلقاته يوم 11 يوليو على قناة أون. وقناة أون كانت بدأت في عرض برومو برنامج كلام كبير بداية من شهر 7، وكشف عن استضافة مها الصغير للعديد من النجوم، أبرزهم أحمد السقا وبشرى وهند صبري وهشام ماجد وباسم سمرة وأحمد فهمي والمخرج محمد سامي وغيرهم من النجوم. وتم حذف برومو برنامج كلام كبير بعد الأزمة المثارة حول الإعلامية مها الصغير بسبب عرضها لوحات فنية نسبتها لنفسها خلال ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي. والغريبة إن لما منى الشاذلي سألتها عن أسماء اللوحات جاوبت بكل ثقة إن هي مش بتهتم بإطلاق أسماء على أعمالها الفنية، وإن اهتمامها كله بالمشاعر اللي بتوصلها ورسمتها بيها. بعد الحلقة دي حصلت فضيحة على نطاق واسع، لأن اتضح إن اللوحات دي الفنانين أجانب، وصاحبة أحد اللوحات الفنية الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون نشرت على حسابها بموقع انستجرام إن إحدى ضيفات برنامج منى الشاذلي نسبت لنفسها لوحتها كأنها صاحبة هذا الإبداع. وصفت التصرف ده بالتصرف الغبي. ده مش مجرد لوحة واحدة، ده تم اكتشاف إن مفيش أي لوحة فنية تم عرضها هي لمها الصغير أساسا، إنه كلها لوحات مسروقة. كمان المجلس الأعلى للإعلام استدعى الممثل القانوني للقناة اللي بيعرض عليها برنامج منى الشاذلي للتحقيق في الموضوع. كمان تم استبعاد مها الصغير من تقديم حلقات في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. تعليق الناس كان ازاي هتطلع في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا وحياتها كلها كذب. بعد هجوم شديد وفضيحة كبيرة، اعتذرت مها الصغير للفنانة الدنماركية ليزا على نسب لوحتها لنفسها من خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، وكتبت في صفحتها الرسمية: أنا غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي أنا اتكلمت منه، والأهم إني غلطت في حق نفسي. مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا أسفة وزعلانة من نفسي. طب هل الموضوع وقف عند اللوحات؟ عايزة أقولك إنه لأ، ده تم اكتشاف إن البراند الخاص بمها الصغير في تصميمات لشنط مسروقة من تصاميم عالمية وفنانين برضو، وكمان بتنسبها لنفسها باسمها بدون ذكر أي حقوق ملكية. ظهر فنان سويسري بيتهم مها الصغير بسرقة أكتر من عمل فني على شنط في البراند الخاص بيها، وده كان بدون إذنه، ووصف فعل مها الصغير بتصرف غبي ومثير للشفقة وإنه بيجلب العار. فكرة إنها تستخدم أعمال فنية لشخص بدون إذنه وتنسبها لنفسها ده بيسيء لكل الفنانين اللي بيتعبوا بعدين يشوفوا شغلهم ناس بتبيعه وتستخدمه بدون وجه حق، وإنه مش هيتهاون في حقه، وإن الموضوع بيتم التعامل معاه على إنه سرقة من الفنانة الدنماركية ليزا فقط. إن ده مش صحيح، ده السرقة تمت لأكتر من لوحة لأكتر من فنان. هتتم المساءلة القانونية طبقا لحقوق الملكية الفكرية للفنانين في سويسرا، وهيتم مقاضاتها ومش هيحصل أي تهاون في حقه. من ناحية برنامج منى الشاذلي، قال إن المسؤولين تواصلوا معاه، ولكن بيتم دراسة الجانب القانوني الخاص بمقاضاة البرنامج والقناة الأول، وبعدين هيتقال لو في جديد. مع ملاحظة إن بعد أزمة البراند بتاعها وانتشار صور التصاميم المسروقة، صفحة البراند اتقفلت ومحدش عارف يوصل لها. بس عايزة أقولك إن الموضوع برضو موقفش عند كده. علقت الكاتبة الصحفية دعاء نصر على ما أثير حول الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا بعد اتهامها بسرقة لوحات فنية من رسامين مختلفين، وهو ما أثار الجدل في الفترة السابقة. علقت بقصة صعبة جدا وقسوة شديدة من مها وزوجته السابقة على والدها محمد الصغير ومحاولة استيلاء على الميراث، وقالت إنه في يناير 2021 مها الصغير سرقت والدها محمد الصغير رحمة الله عليه أثناء احتجازه بالمستشفى مصاب بمرض كورونا بين الحياة والموت، فاقد للنطق والوعي. فاستغلت مها حالة والدها وقامت بتنفيذ خطة غير شرعية، هي رجوع والدتها ملكة العليلي المطلقة من محمد الصغير منذ 22 عام إليه مرة أخرى، وده كان بهدف الاستيلاء على أمواله هي ووالدتها. راحت المستشفى هي والمأذون والشهود، ويومها مها الصغير نزلت بوست مؤثر جدا على حسابها الشخصي. من
وان قد ايه والدها ما قدرش انه يتوفى وزوجته مش جنبه وعلى ذمته، وطلب ردها ونام في حضنها وهو مرتاح قوي. بعدها شقيقها شكك في كلام اخته وقصتها اللي من تأليفها، ورفع قضية على والدته طعنا في ورقة الزواج العرفي المزورة اللي كانت مقدمة لأخذ الميراث. والمفاجأة ان شقيقها كسب القضية، وطبعا زوجها احمد السقا كان على علم وجه عليه الدور في 2025، ومها الصغير سرقته برضه. بتقول مستعجبة جدا انه اصلا شافها بعينه وهي بتسرق ابوها، فمش فاهمة ازاي استغرب من سرقته كزوج. وقالت انها رفضت تتكلم يومها عن الظلم اللي حصل لمحمد الصغير رحمة الله عليه، وقالت رفضت اتكلم حفاظا على عدم افتضاح امر ابنته لانه كان صديق مقرب وراجل محترم وسمعته لا غبار عليها وما يستحقش ده. ووجهت كلمة لمها وقالت كفاية سرقة وارجعي لربنا، خصوصا ان ربنا كان مستحيل هيسامحك على سرقتك لوالدك وهو على فراش الموت، فكان من الاولى انك تتوبي مش تستمري. كان كفاية قسوتك على ابوكي قبل وفاته رغم حنيته عليكي، وان ده لوحده لا يغتفر. وقالت في جملة مؤثرة سامحني يا محمد على تأخير حقك اللي كنت فاكراه وقتها انها فضيحة ليك قبل ما تكون لبنتك، واللي ستر ربنا ما دامش عليها كتير وفضحها امام العالم كله. حاليا مها الصغير بيتم استبعادها من الظهور الاعلامي، وبالفعل اتحذف البرومو بتاع برنامجها الجديد، واتوقفت من برنامج الستات معرفوش يكذبوا. وباقي الفنانين اللي تم سرقة اعمالهم غير الفنانة الدنماركية ليزا غاضبين جدا، ومنهم غير متسامح في حقه نهائي. وعايزه اقول لك انه لو حصل مقاضاة قانونية فعلية لمها الصغير بسبب السرقة، المقاضاة دي على المستوى العالمي والمحلي بتوصل لتعويضات بمبالغ ضخمة واحيانا السجن في بعض الدول. افتكروا ايه اللي هيحصل في الايام الجاية، بنتابع اللي بيحصل اول باول. ودي كانت قصة النهاردة.